السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كيف كتشوفوا معايا اليوم وجدت واحد الفطيرة اللي هي فطيرة الملوك أو غاليت دي غوا، من أروع وألذ الفطائر اللي تقدروا تحضروا ومن أسهل. غادي تشوفوا معايا طريقة التحضير والمقادير. هنا عندي 50 غرام ديال السكر كلاصي، هنا عندي 50 غرام ديال اللوز اللي خديته بالقشره ديالو، خضر ما مسلوق ما مقلي ما والو، مسحته مزيان ودرتو تطحن حتى كيولي بودره، ولكن كنحسوا بواحد الطريفات تاع اللوز مازال. هانتوما راني قربت لكم من الكاميرا باش تشوفوه، باش نبقاو نكونوا ناكلوا فيها نحسوا بالطريفات تاع اللوز ولكن رقاق. هنا عندي 50 غرام ديال الزبده اللي بطبيعه الحال غنخرجوها من قبل وخصها تولي بحال البوماده على هذا الشكل اللي هانتوما كتشوفوا فيها، راها رطبه بزاف. وغنحتاج البيضه، غنحتاج 200 غرام ديال لا كريم باتيسيير 200 غرام، وغنحتاج بطبيعه الحال شويه الملح. هاد لا كريم اللي غادي نوجد معكم هي اون كريم اللي سميتها فرونجيبان، كتكون نص ديالها كريم داموند كريمه اللوز والنص ديالها كريم باتيسيير. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه خديت 50 غرام ديال الزبده، سمحوا لي، وزدت عليها 50 غرام ديال السكر. كل شيء عندنا فيه 50 غرام من غير لا كريم باتيسيير اللي فيها 200 غرام، يعني غنجيو للنص كريم باتيسيير والنص كريمه اللوز. غنشد هاد الزبده، غادي نخلطها مزيان مع هاد السكر كلاصي. علاش قلت لكم الزبده خصها تكون رطبه بزاف باش تجيكم ساهله، حيت الا كانت بارده غتبقى لكم طريفات ديال الزبده في لا كريم، وحنا لا خصها تكون لينا لا كريم على هاد الشكل. ها نتوما شوفوا راه دغيا تخلطات صافي. ملي خلط الزبده والسكر غادي نزيد عليها بيضه وحده. الا ما بغيتوش ديروا هاد لا فرونجيبان اللي هي نص كريمه اللوز ونص كريم باتيسير، تقدروا ديروا غير لا كريم داموند بوحدها، ولكن ملي ديروا لا كريم داموند بطبيعه الحال غادي تضاعفوا المقادير. يعني درتو 50 غرام، هنا درنا هنا 50 غرام ديال اللوز، غنديروا 100 غرام، ونقدروا نديروا حتى 150 غرام على حسب الفطيره اللي غادي ديروا، واش كبيره ولا موين. الا كانت كبيره ديال 10 الناس خصكم ديروا 150 غرام السكر، 150 غرام اللوز، 150 غرام ديال الزبده. صافي هنا من بعد ما خلطت البيضه مع الزبده، من بعد غادي نزيد ليها اللوز، غادي نبقى نخلط بحال هكا مزيان، نخلط مزيان ونزيد عليها من بعد اللوز. هاد الفطيره هذه كتقدروا ديروها باش ما بغيتو. اللي ما متوفرش عنده اللوز، دابا غادي نزيد اللوز ونبقى نخلط. اللي ما متوفرش عنده اللوز يقدر يعمرها بالشوكولات، يقدر يعمرها بالكومبوت ديال التفاح، حتى هي كتجي زوينه وكيديروها الناس. الشوكولات، الكومبوت ديال التفاح. وهنا في بلاصه اللوز الا بغينا نديرو كريمه اللوز، ما كانش متوفر اللوز وكان توفر عندكم النوازيط، راه كتجي من اروع والذ ما يكون بالنوازيط. النوازيط كيعطي واحد النسمه غزاله بزاف بزاف. هنا كيبقى اختياري، انا زدت واحد شفتوا معايا 2 نقيطات ديال الفاني مع اللوز كيجي لذيذ بزاف. صافي وغادي نبقى نخلط بحال هكا على هذا الشكل، خلط مزيان صافي، حيت الزبده كانت دايبه ماشي مشكل، دغيا كتخلط. ودابا غادي نزيد 200 غرام ديال لا كريم باتيسير. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتجي، راها كتجي خفيفه، ولكن غندخلوها للثلاجه باش تشد شويه في راسها. صافي دابا هنا 200 غرام انا معبوره عندي ديال لا كريم باتيسير، وغادي نخلط كلشي. وها الكريمه ديالي وجدات، كدار بالكركاع حتى الكركاع حتى هو بالنسبه للناس اللي متوفر عندهم. غير في بلاصه اللوز غديروا الكركاع، في بلاصه اللوز ديروا النوازيط، وكل واحد يدير داكشي اللي كاوكاو، لا اللي بغى يديرها بكاوكاو يديرها كاوكاو يتحمر وتحيد ليه القشره ديالو صافي، وتطحن نفس الطريقه ديال اللوز.
هاد لا كريم كتجي زوينه بزاف بزاف، عاد الصراحه كتجي لذيذه. وصلنا للمرحله ديال لاباط. هنا عندي لاباط فويتي، غادي نحتاج لجوج ديال لاباط فويتي، جوج ديال لي سيركل بحال هكا ديال لاباط فويتي. وحده غتكون كبر من الاخرى، فايته الكبيره غتكون فايتها غير بسنتيم، سنتيم واحد، 1 سنتيمتر صافي، ماشي كتر. هنا كيف شفتوا معايا من بعد ما كملت لا كريم انا وجدت لاباط فويتي، درتها في الثلاجه، خليتها واحد شويه، هي راه بدات كتشد في راسها. وخديت هاد لابوش هادي، اللي بغى يدير لا كريم في لابوش يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، يستعمل غير معلقه، يستعمل غير معلقه ويدير فوق ويخدمها فوق لاباط، ماشي مشكل. انا درتها هنايا كنفضل نديرها في هاد لابوش. صافي انا غنديرها في لابوش ديما كنديرها في وسط من داك الكاس باش تبقى شاده ليا صافي. وغندخلها للثلاجه نخليها، وغنمشي نخرج ثاني لاباط. ها نتوما شوفوا من بعد ما خرجت لاباط كنشدها وكدوروا بحال هكا لا كريم من الفوق، ولكن 1 سنتيمتر خصو يبقى، ما تقربوش ليه الكريمه، لان خصنا نسدو منين نحطو لاباط الاخرى الفوق، خصنا نسدو مزيان. 1 سنتيمتر خصو يبقى. هنا عندي هاد لي فيف، انا غادي ندير جوج، غنختار هادو هما اللي غادي ندير صافي. كيف قلت لكم بالنسبه لاباط فويتي وحده كتكون كبيره وحده كتكون صغيره، ها نتوما غتشوفوا معايا علاش. ها الاخرى اللي كبر منها غتكون كبر منها ب 1 سنتيمتر ولا واخا تكون كاع شويه كثر ماشي مشكل. هنا خديت شويه الماء وكنديرو في الجناب باش نسوديوها كي كنقولوا، باش لاباط فويتي تسد لينا مع بعضياتها. هنا كيف كتشوفوا معايا لا كريم شويه ساحت ليا، مع الحال عندي سخون ساحت ليا شويه وجمعتها دخلتها لداخل. ها لاباط الاخرى شديتها جبتها وحطيتها فوق منها، وخا تبان لكم هكا عوجه ماشي مشكل، غتشوفوني اشنو غادي ندير لها. صافي غادي ناخذ موس يكون ماضي وغادي نقطع به هذاك الشيء اللي زاد صافي كيف كتشوفوا معايا. وهذه ثاني واحد المرحله مهمه، هو انني جبت هذا البابي حطيته هنا، غادي نقلب الكاليت كلها، غادي نقلب هذاك الشيء اللي كان الفوق هو اللي غادي يولي لتحت. ها نتوما غتشوفوا معايا. وخديت السينيه اللي غتدخل الفران، درتها مباشره في السينيه اللي غتدخل الفران. ها نتوما شوفوا هذيك لاباط اللي كانت من التحت هي اللي ولات من الفوق. ودابا غادي نقطع هذوك داكشي اللي زايد، شفتوا شي 1 سنتيمتر، ما بلاصه فيها ما كاملاش كاع صافي. ودابا غناخذ بحال هكا غير بالصبع ديالكم تبقاو تضغطوا من الجوانب باش تسوديوها باش تسد، باش ديك لا كريم ما تخرجش لينا صافي. غنبقى غادا مكمله بحال هكا حتى نكمل الدوره كامله. بعد ما كملت الدوره هنا في هذه المرحله كناخذ موس وكناخذ داك الجنب الغليظ، ماشي الجنب اللي ماضي اللي كنقطعوا به، وكنجمع الجوانب بحال هكا باش كتزيد تسد مزيان صافي. غادي نبقى غادا بحال هكا حتى غادي نكملها كامله. وغادي ندوز ناخذ واحد بيضه كامله غادي نضربها وغادي ندهن هاد الكاليت ديالي مزيان. الدهنه الاولى انتم شوفوا معايا، وياكم تهبطوا البيض من الجناب، حاولوا تدهنوا هذوك اللي كيبانوا بحال التقيبات اللي ضغطت عليهم بالصبع ديالي، هذوك كلهم خصهم يدهنوا، ولكن ما تهبطوش البيض على الجناب. علاش؟ الا هبطتو غادي تسود عليكم ولاباط ما غاداش تنفخ. في هذه الوقيته انا ملي دهنت الدهنه الاولى دخلتها للثلاجه وخليتها واحد نص ساعه بما شدت براسها. وهذه راه الدهنه الثانيه صافي. هانتوما شوفوا معايا انا البيض كندخلو في دوك التقيبات بحال هكاك، ما كنهبطوش من الجناب كيف قلت لكم باش ما يتسوداش صافي. وغادي نشدها. حاجه وحده هو ان لاباط خصها ولا بدا ديروا فيها شي تقيبات. هانتوما غتشوفوا معايا هنا غندير الثقبه الوسط لان باش نزوقها. بغيتو تزوقوها كيف غنزوقها انا زوقوها، بغيتو تخليو لاباط بحال هكا
عاديه خليوها كيبقى لكم الاختيار. صافي. وكناخذ موس ماضي وغادي نبدا نزوق به. زوقوها كيف ما بغيتو، مربعات كيف ما بغيتو. انا غندير غير دويورات بحال هكا، ولكن ملي تكونوا بحال هكا كتجرحوا في هاد لاباط، ماشي تدخلوا الموس لداخل تتحلوها تتقطعوها، لا، غير من الفوق كدوز. يا لاباط فيتي كتعرفوها ملي كتنفخ راه هي غادا تعاونكم وهي غادا تحل. ولكن الا مشيتو لا قطعتوها غتخرج لكم من الفوق، غتخرج لكم ديك الكريمه من الداخل. صافي. انا فضلت نزوقها بحال هكا على هاد الشكل. غادي نبقى غادا بحال هكا حتى نكمل الدوره كامله، وندير واحد 2 تقيبات ولا 3 اخرين، وغادي ندخلها طيب. الفران درتو على 180. الطياب ديالها ساهل، كتدخلوها شالوغ تورنونط اللي كان. ما تشعلوش لها من الفوق، شعلوها لها غير من التحت وخليوها غتبقى تحمر على خاطرها. غديروها غتشعلوا على الفران من التحت وتطلعوها هي الفوق باش طيب على خاطرها وما تلهبش ليكم، لان لاباط فويتي كيف كتعرفوا كيف ما كان الحال دغيا تطيب. كنتمنىكم تجربوا هذه الفطيره، لان من اروع والذ الفطائر اللي تقدروا توجدوا. هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي زوينه بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق، ما نعاودش لكم عليه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجوا مع حبابكم وصحابكم. بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.